فعلًا حنا اشتغلنا على الموضوع ديال الأسر المغربية، لأنه موضوع اللي هو ما مداولش بزاف، اللي عارفين هو أنه المجتمع والدولة المؤسسات العمومية كتعتمد كثيرًا بزاف على الأسرة. الأسرة هي اللي تعمل التربية ديال الأطفال، الأسرة هي اللي تكفّل بالأشخاص في وضعية إعاقة، الأسرة هي اللي كتكفّل بالأشخاص المسنين، وزيد، وزيد، وزيد من المهام اللي كننتظروها من الأسرة المغربية. ولكن في المقابل، واش كنعرفوا هاد الأسرة المغربية؟ واش كنعرفوا الواقع ديالها؟ واش نعرفوها بأي طريقة هي متركبة؟ واش كنعرفوا المعاناة اللي كاينة داخل ديك الأسرة؟ واش كنعرفوا التمييز اللي كاين داخل الأسرة؟ داكشي باش قلنا حنا إلا بغينا الأسرة تلعب الأدوار ديالها المنتظر منها من طرف المجتمع ومن طرف المؤسسات العمومية والدولة عامةً، خصنا لابد نوقفوا على التشخيص ديال هذا الوضع. وحنا اهتمينا بهذا الموضوع ولقينا بأنه مع الأسف منذ بيا سامية للتخطيط قامت بدراسة وحدة حول الأسر في 1995، ومنذ ذاك التاريخ يعني حنا كنعيشوا واقع بطريقة عشوائية ما عارفينش شنو كنعيشوا. ومني جينا نكبوا شفنا قلنا واش الأسرة المغربية كتضمن الاطمئنان والأمن بالنسبة للجميع؟ لا، لأنه كاينة دراسة اللي كتقول لنا بأنه 57% من النساء عانوا من شكل أو شكل آخر من العنف، واللي كتقولنا بأنه 44% من هذه الحالات ديال العنف هي كتوقع داخل الأسرة. إذن هذه الأسرة معنفة، إذن غتربي واحد الأطفال في واحد الجو اللي هو معنف. خصنا إذن بالتالي القضية ديال معالجة العنف ضد النساء، كاين القضية ديال التمييز ضد النساء. كنلقاو أنه المرأة كتحبل وترضع وتكبر وتراعي وتقابل الأطفال، ولكن بمجرد ما كتولد الاسم كيتعطى الاسم ديال الاب والاسم ديالها كيمشي مع الواد. احيانا حتى الاعتراف كنشوف في شبكه التواصل الاجتماعي كيوقف واحد تيقول لك لقد ارزقني الله بطفل، انه الطفل ديالو هو ماشي ديال الاسره، كيحمل الاسم ديالو وهو بوحدو اللي عنده الاحتكار ديال الولايه الشرعيه على الاطفال. والام ما عندهاش الحق باش تاخذ القرارات متعلقه باطفالها. بغات تصاوب له الباسبور ما تقدرش، خصها الراجل. بغات تسجلو في الحاله المدنيه ما تقدرش، خص الراجل هو اللي يديرها. بغات تسجلو في مدرسه، بغات تبدلو مدرسه، بغات يعني اي حاجه بغات تعملها باسم الطفل. الطفل ماشي ديالك ايها السيده اياه الام، الطفل ماشي ديالك، هو ديال باه. إذن هذا تمييز وظلم اللي خصو يتغير. دونك محاربة التمييز خصنا كذلك هذه الأسرة باش تكون مبنية على الصح. خصنا نمنعوا ونحميو الطفلات من التزويج ديال البنيتات الصغار، البنات اللي ماشي بالغات. التزويج ديالهم ماشي الزواج ديالهم، تفرض عليهم داك الزواج من طرف يعني الآباء ولا من طرف الأولياء بدون ما تكون عندها هي القدرة باش تميز وتعرف المصلحة ديال راسها، وما كنخليوهاش تكون راسها وتكون عندها التمكين ديالها باش يمكن لها تكون تلعب الأدوار ديالها. ومن بعد كتصدق مطلقة مازال عندها 16 ولا 17 عام، مطلقة وعندها طفل ولا عندها جوج الأطفال، وكنقولوا لها محرك. زيادة على ذلك حنا دابا كندخلوا في إطار الورش الكبير ديال إصلاح مدونات الأسرة اللي أعلن عليه صاحب الجلالة في الخطاب ديال العرش، واللي وقف على مضامين الاختلالات اللي كاينه في قانون الاسره اللي كان ديال 2004 اللي كان شكل واحد يعني التقدم كبير بالنسبه للنساء المغربيات، ولكن تم التحايل على مجموعه من المقتضيات وصبح من جديد كيطرح واحد القضايا ديال الظلم اللي هي قضايا كبيره، بحال القضيه ديال المراه المطلقه اللي عاود تزوجات تفقد الرعايه ديال الطفل ديالها. تصوروا بنت عندها 20 25 عام بو امبورط شحال عندها في السن ديالها ولكن مطلقه وبغات تعاود تزوج، تيقول لها لا اختر، واما غتتزوج وتفقد الاطفال ديالك، ولا الا بغيتي هذا ما تزوج، تمنعها من الحق في الزواج. من جهه اخرى يعني توزيع ديال المهام داخل الاسره، بما انه كنكلفوا الراجل لوحده بالقوامه وكنعرفوا انه الراجل ما يمكن له يكون عنده واحد المدخول اللي هو مشرف حتى كيفوت واحد السن معين، هذا تيساهم في التاخير ديال سن الزواج. يعني 30 سنه بالنسبه للولاد حيت ما عندهمش باش غادي يقدوا بالاسره، عوض ما نقولوا لهم هاي المراه تخدم والراجل يخدم ويكونوا بجوج مسؤولين على الاسره وتقاسموا المسؤوليه ويكون بيناتهم المساواه وتكون بيناتهم احترام كل طرف. عوض هذا الشيء كنخليو هذا الشيء مبني على الظلم
وعلى غير الواقعية، واللي كيجعل على أنه العلاقات الجنسية خارج الزواج ما أكثرها. لأنه هذا هو الواقع اللي فرزناه بحكم السياسة ديالنا. ولكن ملي كتكون العلاقات خارج الزواج شنو كيوقع؟ الراجل كيدوز سالم، والمرأة خصها تحمل لوحدها حمل غير ما كنعطيوهاش الإمكانية باش تحمي راسها من الحمل، ما كنحميوهاش من العنف ولا التحايل. إلا حملت خارج الزواج كنقولوا لها عم بحرك، ما عندكش الحق في الإجهاض ممنوع، الإجهاض حرام. والاغتصاب ماشي حرام، والتحايل والكذوب ماشي حرام، وزنا المحارم ماشي حرام. هذا كله، هذه القضية ديال الإجهاض أو الإيقاف الطبي للحمل هي خصها تطرح من منظور المرأة ومن منظور الرجل. هادو هما من ضمن التوصيات ديالنا اللي كنقولوا كذلك لابد من المعرفة أكثر للأسرة في الواقع ديالها من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ولا بد أننا نعملوا تشريعات اللي كتراعي المساواة بين الجنسين طبقا للدستور المغربي والاتفاقية الدولية اللي صادق عليها المغرب. لابد أن تكون المساواة فيما يخص الاستفادة من السياسات العمومية على وجه الخصوص الحماية الاجتماعية. هذا الورش الكبير اللي كيعيشوا المغرب ديال الحماية الاجتماعية باش يكون فعلي خصو ياخذ بعين الاعتبار المقاربة ديال النوع الاجتماعي، ويعني نصف يعطي نفس الحقوق للنساء والرجال. ما تبقاش المرأة كتعتبر فقط مستفيدة من الدرجة الثانية كزوجة ديال الزوج، خصها تكون هي في حد ذاتها كمواطنة ما تستفد من جميع الجوانب ديال الحماية الاجتماعية. وخصنا تفعيل بعض الإجراءات مؤسساتية بحال القضية ديال الوضع هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة اللي خصو يخرج للوجود، اللي هو تنص عليه الدستور المغربي منذ 11 سنة دابا أو 12 سنة. خصنا كذلك هيئة سميتو اللجنة الاستشارية للأسرة والطفولة أنه كذلك تخرج إلى الوجود. وخصنا واحد الوزارة اللي تكون خاصة بحقوق النساء، واللي تكون يعني مؤسسة اللي تكون يعني وزارية اللي تكون فعلا عندها إمكانيات مهمة، واللي يكون عندها واحد المجال ديال تطبيق السياسات ديالها بالأخص على تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وبالتالي حماية إذا كانت حمينا النساء من الميز ومن الظلم كيمكننا فعلا نحققوا الاستقرار لكل أعضاء الأسرة، بالأخص الأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والرجال هما براسهم الرجال ديال الغد، لأنه الأطفال هما الرجال والنساء ديال الغد. أنه نحميو لهم الحقوق ديالهم ونوفروا لهم الشروط باش يمكن لهم يعيشوا كمواطنين ومواطنات كاملين المواطنة في المغرب، التقدم والحريات والمساواة بين الجنسين.